انت عارف انت لو عملت كده النهارده هيحصل ايه؟ تعالوا شوفوا مدرب الاهلي عايز يعمل ايه في تشكيل النادي الاهلي النهارده، ومين اللي هيلعب مكان امام عاشور، ولاعيبه هنشوفها لاول مره في تشكيل النادي الاهلي. يا جماعه مبدئيا كده مدرب النادي الاهلي قال للمساعدين بتوعه كده بالحرف، مبدئيا كده احنا عندنا ماتش مهم جدا 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 النهارده امام يانج افريكانز، وبالنسبه لي الماتش ده لو كسبناه هو ماتش الصعود وهنصعد للدور اللي بعد كده. فانا ناوي النهارده اعمل شويه تغييرات في التشكيل، يعني هتفاجئنا. غير كده كمان احنا مش معانا النهارده امام عاشور، فانا النهارده قال لي المساعد ده بالتحديد النهارده هتروح تقول احمد السيد زيزو انت النهارده هتلعب مكان امام عاشور، وكمان هعمل شويه تبديلات في التشكيل. بس روح الاول روح قول لاحمد السيد زيزو. بالفعل يا جماعه المساعد راح اتكلم مع احمد السيد زيزو وقال له المدرب واثق فيك جدا جدا جدا، وعايزك تلعب النهارده مكان امام عاشور وتقوم بالادوار اللي بيقومها امام عاشور. غير كده كمان انت مميز ان عندك خبره عن امام عاشور، وكمان الاوفرات بتاعتك كويسه جدا، فانا عايزك النهارده تلعب مكان امام عاشور. وبالفعل يا جماعه مدرب الاهلي رجع من تاني وقال لهم انا ناوي العب في التشكيل النهارده، يعني النهارده هثبت مصطفى شوبير. النهارده هيلعب في حراسه المرمى مصطفى الشوبير، امامه اتنين مدافعين ياسر ابراهيم، وجنبه لاول مره عمرو الجزار الصفقه الجديده، وهيديله فرصه لاول مره. على اليمين محمد هاني، على الشمال لاول مره في تشكيل النادي الاهلي يوسف بالعماري، يعني باك شمال الرجاء المغربي ومنتخب المغرب، وصفقه الاهلي الجديده يا جماعه. في نص الملعب وهنا بقى هيلعب باتنين مروان عطيه واليو ديانج، بيثبتهم جنب بعض. امامهم ثالث مكان امام عاشور احمد السيد زيزو. احمد السيد زيزو في تركه هتحصل في الماتش يا جماعه. على اليمين هيلعب اشرف بن شرقي، على الشمال هيلعب مين؟ محمود حسن تريزيجيه هداف النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا بخمس تجوان. امامهم مهاجم صريح مروان عثمان مهاجم الاهلي الجديد. فكده هو ده تشكيل النادي الاهلي، ولاعيبه هنشوفها لاول مره في تشكيل النادي الاهلي هو عمرو الجزار ويوسف بالعماري، وكمان يعني تثبيت شوبير مكان الشناوي. دي حركه جامده جدا من مدرب الاهلي، وشكله كده يعني بيوري العين الحمراء للعيبه كلها انه ما بيخافش من حد ويقعد اي حد ويلاعب اللي على مزاجه. وكمان يعني حته زيزو مكان امام عاشور دي جديده بالنسبه لي، وهنشوف كده حاجه جديده. ويا رب يا رب نكسب النهارده والصعود. كل الناس اللي في الكومنتات يا جماعه مدرب الاهلي عنده حق انه يلعب بالتشكيل ده ولا لا؟ كل الناس اللي في الكومنتات يا جماعه.